كتير بيسألوا ازاي اطلع من رمضان وانا وزني احسن من الاول. ياما ناس بتدخل وتطلع من رمضان وزنها ازيد، ودي من اهم المشاكل اللي بتقابلنا في الصيام. تحدي كبير ازاي ادخل اكسر السيتنج بوينت التي تعرف بتثبيت معدل الحرق اللي انا كنت عايش عليه على مدار السنه من رمضان لرمضان، واخلي الجسم يبدا يستجيب ان يحرق بمعدل اعلى مع سعرات حراريه اقل، ويخليني اطلع في نهايه الشهر وانا وزني افضل من الاول. عندنا شويه تحديات ناخد بالنا منها عشان نعرف ازاي نطلع واحنا مبسوطين. اول حاجه حضرتك، الناس في الفتره بتاعه الفطار بتاكل اكبر كميات ممكنه من السعرات الحراريه. تحت بند ايه؟ ما انا كنت صايم على مدار اليوم. حضرتك حتى لو انت محتاج في اليوم هفترض 2000 كيلو كالوريز، حضرتك مش مطلوب منك انك تاخدهم كلهم بعد الفطار، سيب جزء وافقده. يعني انا لو شلت 25 ل 30% من السعرات الحراريه بتاعتي وما خدتهاش، هيسمع معايا اخر الشهر وهي متحوشه على مدار ال 30 يوم. في الوقت نفسه ابعد قدر الامكان اثناء الشهر الكريم من الحلويات والحاجات المسكره، من غير ما تاخد بالك. حته كنافه هتجيب واحده قطايف هتجيب معاها ايه تاني، هتبص تلاقي نفسك اخدت كميه قد كده من السعرات الحراريه من السكريات اللي جسمك مش هيحرقها، وترجع تاخدها بعد كده في جنابك وتتفاجئ اخر الشهر ان وزنك زاد. فدي واحده من النقط المهمه الاولانيه، هي التقطيع بتاع الاكل بتاعنا والبعد قدر الامكان عن السكريات. خد رقم 3، فكره ان احنا الليل، ودلوقتي احنا دخلنا رمضان بقى في الشتاء، بقى الليل اطول شويه، فكل الليل ما يطول كل ما احب الاكل اكتر، بالاضافه ان انا هاكل وانام. وده اكد اهميه اللي قلناه قبل كده، ان انت لازم تاخد بالك من الكميات اللي بتاخدها امتى في الاكل. النقطه الثالثه لازم تاخد بالك منها عشان تطلع من الصيام وانت وزنك مظبوط، بالذات في موضوع انك تفقد الوزن الزايد، ان السناكس اللي تكون معاك ما بين الفطار لحد وقت السحور قدر الامكان خليها من الفاكهه، وابعد خالص عن الحلويات سواء بقى الشرقيه او الحلويات التانيه. بالذات بقى الاختراعات اللي بنسمعها في كل رمضان، ايش الكنافه يحطوا عليها ايه ويسموها اسم معين، يعملوا كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي قدر الامكان نحاول نبعد عنها اثناء الشهر الكريم. اخر حاجه خالص، اللي ما كانش بيمارس رياضه يحاول يمارس رياضه في رمضان. مش لازم على فكره بره البيت، ايفن جوه البيت. التمارين الاساسيه، البوش اب وغيرها من الاسترتشز، كل الحاجات ديت اجزاء من الايروبيك او الكارديو، هتساعد معاك بشكل كبير في رفع معدلات الحرق وكسر السيتنج بوينت. ودي من النقط اللي انا ما اتكلمتش عليها قبل كده. انت بقالك فتره طويله جدا عايش على معدل حرق معين وطبيعه اكل معينه، وجسمك اتعود يخزن اكتر ما يحرق. دي اللي دايما بتكون العقبه عند الناس اللي بتحاول تفقد وزن. في اول اسبوعين وممكن توصل ل3 شهور من محاولات الدايت، ممكن يقول لك يا دكتور انا منعت كل حاجه ولسه جسمي ما بينزلش. ليه؟ لان انت لسه عايز تحرك الهرمونات اللي كانت بتتحكم معاك في معدلات الحرق، ان ترجع للمعدلات الطبيعيه اللي تقول للجسم احنا هنبدا نحرق على المعدل ده. شهر رمضان فرصه خطيره جدا تقدر فيها تظبط السيتنج بوينت او نقطه الضبط بتاعه الحرق من اول وجديد، وتستمر عليها بعد الشهر الكريم على النظام اللي احنا قلناه، وان شاء الله تفضل دايما صحتك اهم.